أنه ربما كان بعضها رفيعا، ربما كان بعضها في ملابسات أو ظروف أو ما إلى ذلك، لكن هل كان أحد منا يحلم في يوم من الأيام أن نرى ما رأينا أو أن نسمع ما سمعنا؟ أي واحد فينا بلغ المدى في الأمل والأحلام من كان يتوقع أن يحدث الذي يحدث الآن؟ هذا أمر لا نملكه إلا أن نتوجه إلى الله وحده سبحانه وتعالى بالحمد والشكر الجزيل، لأنه صاحب الفضل الأول، صاحب المنة سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الأمر من الأرض إلى البحر، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى، هو الذي سير الأمر كما رأينا وكما سمعنا. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما وصلنا إليه حتى هذه اللحظة. نحن أمام نقطتين. أما النقطة الأولى فشعبنا قد تجمع على مطالب معروفة وتقريبا كلنا توحدنا عليها. أما النقطة الثانية فلماذا يخرج منا قوم يريدون أن ينقلبوا على ما أنجزناه؟ هذا الشعب خرج ليقول كلمته وليرسم خريطة ووافق بنسبة 77% على نعم لهذه التعديلات الدستورية التي تضع النقاط فوق الحروف. وضعت النقاط فوق الحروف واستطعنا جميعا أن نقرأ الجملة بوضوح. لماذا يريد قوم الله أن يحرفوا هذه الكلمات وأن يزيلوا النقاط من فوق الحروف لنعود مرة أخرى إلى شأن النقاط؟ الجملة كده ممكن ما نقراش تاني. الجملة كده لو بدأنا نشوف المنظرة ما حدش هيعرف يقراها. هنرجع من أول وجديد في مجموعة من الطلبات الغريبة العجيبة. أنا شخصيا مندهش جدا، مندهش جدا لكل من كان يدعو إلى الديمقراطية وحرية الرأي وإلى صفوف الانتخابات وإلى أن يخرج الشعب يقول كلمته، ثم نحترم كلمة الشعب. أنا مندهش لكل الذين قرضوا علينا هذه الأيام ليقولوا لا من أول ديبة تاني، يعني هو عاوز يسمع من أول الصف يقول لك احنا عاوزين مجلس رئاسي والمجلس العسكري ده بلاش دلوقتي مجلس رئاسي. انا مش عارف بقى يعني مش عارف افهم المجلس الرئاسي ده لو اتعمل دلوقتي هيفرق ايه قوي عن المجلس العسكري وممكن يعمل ايه والدنيا هتمشي ازاي وكيف سيختاروا مين هم دول وهندخلوا في المتاهه. اقول لك من اول وجديد التوابع بقى من اول وجديد. مين دول؟ مجلس الرئاسي يقرروا ثلاثه، يقرروا خمسه، يقرروا سبعه. طب مين اللي يحسب الموضوع ده؟ طب هم مين الثلاثه دول؟ مين الخمسه دول؟ مين السبعه دول؟ ومين اللي هيحسب الموضوع؟ يا جماعه ده احنا مش عارفين الدستور اللي 77% من الشعب وضع عليه لغايه دلوقتي دي ناس قلبها مش جايبها انها توافق، قلبها مش جايبها انها تنصاع لرد الشعب. امال الثلاثه بقى والخمسه والسبعه والمجلس الرئاسي ده مين اللي هيوافق ومين اللي هيمشي الحال في المنطقه ده؟ وجينا تاني يقول لك احنا عاوزين نعمل دستور مبكر، نعمل دستور مبكر. طيب وقال الاستفتاء اللي احنا خرجنا عليه ووافقنا عليه ده والشعب قال ان الاستفتاء الدستور هيتعمل بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى مباشرة. سيقوم مجلس الشعب والشورى بتشكيل لجنة تأسيسية، جمعية تأسيسية، يعني جمعية تأسيسية
في كل برنامج، في كل مسلسل، في كل بنت سينمائي. حتى في رمضان اللي فات حضراتكم فاكرين عملوا مسلسل سموه مسلسل ايه؟ الجماعه. كل حضراتكم ده مسلسل الجماعه مش هنتكلم فيه، لكن النظام اللي فات كان لا يدع فرصه الا ويشوه كل ما هو اسلامي. يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، اما شجعنا من هذا الاسلوب، من هذا النمط، بهذه الطريقه،